تمام. وفي الاخر يقول لك ايه يعني سيد عبد الحفيظ مدير كوره فين ايام ده الكرسي ده قاعد عليه صالح سليم وحسن مع الاحتفاظ بالالقاب طبعا كابتن صالح سليم وكابتن حسن حمدي وكابتن طارق سليم. ازاي سيد عبد الحفيظ ما يبقاش زي دول؟ انت عارف ليه؟ انا اقول لك سبب انا عمري ما هبقى زي دول. عارف ليه؟ لان دول كان بيتعامل مع محمد حسن حلمي زموره وبيتعامل مع حماده امام وبيتعامل مع نور الدالي حتى على المستوى الاعلامي. بيتعامل مع محمد لطيف. انا بتعامل مع مين؟ بتعامل مع مرتضى وبتعامل مع امير وبتعامل مع منتصر وبتعامل مع شادي وبتعامل مع بندق وبتعامل مع صبحي. ده صبحي ده قال لي في مره ايه قال على الهوا قال لي ده انت عشان تيجي تقابلني انا عشان اروح اقابله الامن يقول لي فين بطاقتك؟ ليه يا استاذ صبحي انت مكتبك على الكمين على الدائري؟ اطلع بطاقتي ليه وانا بقابلك؟ يعني انا هطلع البطاقه بتاعتي ليه وانا قابلك؟ يعني انت المكتب بتاعك فين؟ جنب كمين على الدائري. يعني بيتكلموا كلام عجيب جدا. وبعدين يجي يقول لك ايه؟ عارف يعني يطلعوا من الحدث صغيرين وبعدين يروحوا على المحور يروحوا مثلا وبعدين رافضين وبعدين يطلعوا المفروض على قناه مش اسمها كده، اسمها الاهلي مباشر. عارف الاهلي مباشر؟ يعني يجيب لك كل حاجه بتحصل في الاهلي. بس من منظور سلبي طبعا. سعد سمير، احمد فتحي، حسام عاشور، شريف اكرامي، عمار، وليد سليمان، علي معلول. شوف كم مره رمضان صبحي، شوف كم مره صالح جمعه بيتذكر فيها انت. وفي الاخر يقول لك ايه؟ احنا مالناش علاقه، احنا طالعين نغطي نادي الزمالك. يا راجل ده انتوا اللي محتاجين تضغطوا. يعني ده الموضوع بقى بزياده جدا. اقول لك على حاجه، احنا بناخد بقى شيء بالشيء يذكر يعني دايما بيتقال. يعني انت عارف مشكلتنا مع النادي المنافس ايه؟ مش ان انت متقدم ولا حاجه، احنا عاملين التباعد ده من كبير من زمان قوي على فكره. التباعد ده اللي هو الناس بتنادي بيه احنا عاملينه من زمان جدا على فكره. والله في التفكير والمكانه وكل حاجه كل حاجه تمام. لكن مشكلتنا مع الزمالك ان هو دايما بيبص على القاب تاريخيه عقائديه عندك وعايز ياخدها منك. يعني ما تقول له مثلا يعني انا نادي القيم والمبادئ توجعه قوي. طب انت مالك؟ انا نادي الوطنيه والكرامه. خليك انت استنى بس. انا كنادي اهلي 1907 ده لما اتعمل النادي الاهلي كان معمول ليه؟ عشان هو ياخد افريقيا وياخد دوري؟ لا. كان معمول ليه؟ عشان يدعم الحركه الوطنيه. راح هو عامل لك يافطه ابو اليافطات تمام، نادي الوطنيه ومش عارف ايه حاجه كده يعني. خلاص الاهلي فوق الجميع. تضايقوا جدا الاهلي ومبادئه مع ان احنا شرحناه. الاهلي نادي القرن. طب نادي القرن انا بمزاجي بقبل حاجات وبمزاجي تاني ما اقبلش نفس الحاجات بنفس المعايير بنفس المنهج اللي انت بتقوله. النهارده لو استبعدنا الاهلي ومازيمبي والترجي في ال20 سنه اللي فاتوا دول استبعدناهم في التصنيف الافريقي، استبعدناهم خلاص. يعني دول مش هيبقوا في التصنيف لا